السلام عليكم ومرحبا بكم. من بين التحضيرات اللي نقوم بها لشهر رمضان المبارك تحضير أشباح السفرة. جبتها لكم اليوم خطوة بخطوة بالمقادير المضبوطة وجميع النصائح باه تنجح معكم وتجيكم من أروع ما يكون. راح تشوفوا معايا أيضا طريقة اللي راح نحتفظوا بها وتقعد معكم لأطول مدة. ما نطولش عليكم، تبعوا معايا الفيديو ونشوفوا الطريقة خطوة بخطوة. بسم الله. العجينة تشبح السفرة نحتاجو 3 كيلات تاع لوز يكون مرحي بودرة. الحاجة اللي نوصيكم عليها كي تروحوا تشريو بودرة اللوز شريوها من عند واحد موثوق فيه، يعني يبيع بضمير، لأنه بزاف راهم يبيعوها مخلطة مع الكاوكاو ولا ما بالكمش مع ماه مخلطة، فلهذا تأكدوا أنكم تشريوها من عند واحد ثقة. 3 كيلات تاع لوز بودرة تكون ممسوحة تقابلها كيلة ناقصة أسبوع تاع السكر. نفس الكيلة اللي نكيلو بها اللوز نكيلو بها السكر. بالنسبة للشباح الصفراء طريقتها سهلة خلاو مقاديرها قليلة، لكن فيها نصائح لازم نطبقوها بتنجح معنا الوصفة. نقطة تانية لازم نهضر لكم عليها هي الكيلة تاعكم تحبوا تخدموا بكيلة صغيرة ولا كبيرة، يعني تخدموا بول ولا بكاس ولا بفنجال ولا اختياركم، يعني على حسب الكمية اللي راح توجدوها تاع شباح السفرة. نخلط مليح السكر مع اللوز جيدا حتى تولي لي حبة لوز وحبة سكر، هكا نتأكدوا باللي خلطناها جيدا. من بعد نجي نفصل الصفار على البياض. بالنسبة للبيض ما نقدرش نقول لكم شحال لأنه على حسب الكيلة تاعكم، يعني نضيفوا صفار البيض تدريجيا حتى تتجمع معنا العجينة، ودوك نوريكم كيفاش تعرفوها. أنا هنايا درت 4 تاع صفار البيض، نحطها دفعة واحدة في هذه الكمية ونبدا نخلط. كي نخلط البنات صفار البيض مع اللوز والسكر، شغل نحك هذاك السكر مع صفار البيض بين الاصابع نتاعي كيما راني نوري لكم، ما نروحش نعجن هكا حتى نخرج لها الزيت. بهذه الطريقه نضغط عليها ولا نحكها بالاصابع تاعي حتى تلم معايا. شوفوا نعجنوها مليح، ما تخافوش منها، اعجنوها جيدا، لانه قد ما تعجنوها قد ما تجي ناعمه وتلمع. وكي نقول لكم عجنوها ما تخافوش، يعني مش نبالغوا في العجن، لكن نعجنوها مليح. هنا 4 صفار بيض جمعوا لي العجينه، لكن كي نكورها نلقاها مازالت مشقه شويه. واش نروح ندير؟ خاصني شويه تاع صفار فقط وتتلم معايا العجينه. ندي الصفار كامل بهذه الطريقه، لكن نحطوا منه غير شويه لانه الكيله تاعي راهي صغيره. البنات قادر تدير لكم 5 صفار 6 صفار، كل ما تكون الكيله تاعكم كبيره كل ما تهز لكم الصفار بزاف. ونلمها بهذه الطريقه. دوك نقول لكم كيفاش تعرفوها باللي خلاص ما تحتاجش هنا صفار البيض، لكن قبل هذا راح نضيف لها قطرات من ماء الورد. ضروري ماء الورد، لكن ما كاش متوفر ماء ورد ديروا ماء زهر عادي. من بعد نعجنها به شويه ولا يمها باه تعرفوها باللي خلاص راهي خدات كفايتها من صفار البيض. تلاحظوا باللي العجينه تاعكم راهي طريه كما تشوفوا، تلاحظوا باللي العجينه تاعكم تلمت معاكم كتله واحده، وايضا الاناء اللي تخدموا فيه تلقاوه يعني نظيف. بهذه الطريقه شوفوا اخواتي تاني باش تعرفوها كي تضغطوا عليها. شوفوا هنا لازم يكون القوام تاعها بهذا الشكل، ما ديروهاش ناشفه بزاف حتى من بعد كي تطبعوها تشقق معكم. وتاني ردوا بالكم تجريوها بصفار البيض. هنايا مثلا مشكله جريناها بصفار البيض، واش نديروا؟ نزيدوا اللوز عادي، نزيدوا اللوز البنات. من بعد هنايا نعجنها مليح فوق طاوله العمل، وشفتيو كيفاش ولا السطح تاعها املس وناعم. في هذاك الوقت نلفها جيدا في بابي فيلم ونخليها تبات. شوفوا ضروري العجينه تاع شباح السفره تبات معاكم البنات. اعملوها في الليل وتاني نهار خدموها عادي كي تعودوا معولين، باش هداك السكر يدوب معاكم وتتعسل هذيك شبح الصفرة وتعطيكم نتيجة روعة تاني نهار. من الأفضل تبيتوها، وإلا ما قدرتيوش ولا كنتيو مزروبين على الأقل 4 ساعات 5 ساعات خليوها ترتاح، من بعد عادة أخدموا بها. أنا هنايا تاني نهار البنات. شوفوا كيفاش العجينه تاعي نلقاوها شويه تماسكت شويه حكمت روحها. واش نعاود ندير؟ نعاود نعجنها جيدا فوق طاوله العمل بهذه الطريقه. ما تخافوش البنات عجنوها. شوفوا كي تعجنوها مليح من بعد كي تطبعوا الحبات تاعكم تاع شبح الصفرة وتقليوهم يجي هذاك اللوز الناعم وتجي ملسه وتلمع، ما تجيكمش حرشه هكا واللوز هذاك ما معجونش مليح وتجيكم حرشه من بعد كي تقليوها. فهادو النصائح خذهم بعين الاعتبار، يعني عن تجربه وعن خبره راني نهضر لكم عليهم. شوفوا كيفاه كي عجنتها كيفاش ولات تلمع وملسه، تعطيكم وجه املس وناعم. حتى من بعد كي تطبعوا الحبات تاعكم يجيو تحفه ودوك تشوفوهم معايا. نجيب هنايا كيس بلاستيكي ونطرح عليها العجينه تاع شبح السفره بهذه الطريقه. العلو يكون على حسب الطابع نتاعكم، انا نديرها على قد الطابع، وكاين اللي يحبوها تكون رقيقه كاين اللي يحبوها تكون عاليه، يعني زايده علو. هنا الاختيار يرجع لكم. انا شوفوا هنايا نقيسها على قد العلو تاع الطابع تاعي، والطابع هنايا
كاين اشكال وانواع، كاين يتباعوا كيما هكا لاصقين كامل في بعضاهم، كاين تلقاوهم يتباعوا كل شكل وحده، كاين تاع الحديد وكاين تاع الميكا. كي نطبع بهذه الطريقه. شوفوا اخواتي، نضغط على العجينه كي تتطبع معايا. شوفوا الطريقه اللي نحي بها الحبات، ما نروحش نضغط عليها من فوق من جهه وجهها، نقلب الطابع تاعي من بعد نضغط عليها ونحي الحبات من الطابع بهذا الشكل. علاش؟ باش تقعد الحبه تاعي بومبي من فوق، على خاطر كي تجيو تطبعوا تجي الحبه تاعكم بومبي. كي تروحوا البنات تهبطوها بهذه الطريقه يقعد الشكل تاع الحبه تاعكم بومبي، والشكل تاعها من فوق السطح تاعها من فوق يجي قدقد كيما راكم تلاحظوا. شوفوا النتيجه اللي تحصلوا عليها، والنصائح اللي قلت لكم عليها بكري البنات تعطيكم هذه النتيجه، تعطيكم شكل مليح متناسق ماشي حرش. يجي روعه، تجي روعه هكا ديجا راهي تسخف قبل ما طيب. شوفوا اخواتي، والاشكال ديروا الشكل اللي تحبوه نتوما. اصلا الطوابع هادو يجيو باشكال مختلفه، كاين الهلال، كاين قلب، كاين نجمه، كاين زهره، كاين شكل دمعه. يعني اختاروا اللي تحبوه نتوما، حتى تقدروا تشريو كما قلت لكم كل شكل وحده وتطبعوا. مثلا تخيروا غير قلب ولا غير نجمه وهلال، غير وردات، الشكل اللي تحبوه نتوما. هذا شكل القلب. شوفوا البنات كيفاش، والعلو تاعها انا نحبها هكا، العلو تاعها شويه تجيني عاليه، كاين اللي يحبوها رقيقه. وهذا شكل الهلال. بالنسبه للطوابع انا ننصح بطوابع تاع الحديد، على خاطر تاع الحديد يعطيكم طبعه روعه، يعني طبعه مليحه، عكس تاع يوفيو بالغرض هادو الطوابع تاع الميكا، لكن ما يعطيكمش هذيك الحده في القص. يعني كي تطبعوها ما تجيش الطبعه هذيك متقونه مليح. العجينه اللي بقات لي من بعد ما طبعت نعاود نليمها بيدي بهذه الطريقه. طريقه سهله، راهي معجونه العجينه تاعنا طريه مرتاحه، ما تخافوش منها خلاص. نعاود نطرحها ونعاود نطبعها حتى نفض كامل كميه العجينه تاع الشبح الصفراء اللي عندي. وها خرجت لي 4 حبات من كل يعني شكل. هذا المقدار كميه صغيره لكن توالم لشهر رمضان العيله بزاف، يعني فيها بركه. طيبوها على 2 مرات ولا 3. هنايا واش ندير؟ نجيب بياض البيض، شفتي اللي احتفظنا به البارح، ونجي نغطس فيه الحبات تاع شبح صفرا بهذه الطريقه. بعد ما نخلطوه هنا قسمته على 2 على خاطر راح نغطسها في بياض البيض على مرتين. بعد ما غطست كامل الحبات تاعي في بياض البيض ونحطهم على ورق الطهي باهي يمتص لي كامل هذاك البياض البيض الزايد، ونروحو نقليوها على نار تكون قليله حتى المتوسطه نوعا ما. نحط كميه من الزيت ونحط فيه الحبه تاعي تاع شبح الصفرا يتقلاو بهذه الطريقه. هنايا ما لازمش يحمروا معانا الحبات تاع الشبح، لانه ما زلنا نزيدو نقليوهم مره اخرى. ياخذونا فقط اللون الاصفر، نقعدوا نقلبوا فيهم حتى ياخذونا اللون الاصفر ونحيوهم، يعني راح نطيبوهم على مرتين. نحيها ونحطها فوق ورق المصاص باش يمتص لي كامل كميه الزيت الزايده. نقعد نراقب فيها البنات، مجرد ما نلقاها هنايا خدات لي اللون الذهبي نحيها. هكا باش نتاكدوا باللي شبح صفرا تاعنا طابت معانا مليح. هنايا شوفوا لي البنات اللون تاعها هنايا في الاضاءه تاع النهار، شوفوا كيفاش، يعني ما راهيش حمراء بزاف كما كانت تبان في الاضاءه الاصطناعيه. هنا واش نجي ندير؟ نجي ننظف الحبه تاعي من هذاك الفوتات تاع بياض البيض اللي يكون زايد على الحبه. بهذه الطريقه ننظفها كامل. وتقولوا راهي نظيفه، لكن كي تمسحوها البنات شوفوا الفتات اللي هبط منها. هنايا خلاص راني نظفتها كامل. نعاود ندير نفس العمليه، نجيب بياض البيض اللي كان بقالي نخلطه مليح، ونوجد حدايا صحن يكون فيه ورق المصاص. نعاود نفس العمليه، نغطس الحبات تاعي في بياض البيض ونروح نقليهم. نفس الشيء على نار تكون قليله حتى المتوسطه. الزيت نفس الشيء. هنايا نعاود نقلي شبح الصفرا تاعي، لكن هنايا نقعد نقليهم مليح باش يطيب لي الداخل شبح الصفرا تاعي. نقليهم ونقلبهم كل مره على نار كما قلت لكم متوسطه باش ما يروحوش يحمروا لكم. تمتم تعرفوا بياض البيض يحمر ليه يقعدوا لداخل خضوره. لازمنا على نار تكون متوسطه القليله، ونقعد نقلب فيهم حتى ياخذوا لي درك اللون الذهبي بهذه الطريقه. كاين اللي يحبوها تقعد باللون الاصفر، شغل هنايا اللون اختياري، انا نحبها بهذا اللون يكون ذهبي. من بعد كي نزيدو نطيبوها مع السيرو يعني تعطينا اللون الذهبي، ما تجيناش بيضه، يعني ما تجيناش فاتحه بزاف.
هنا بعد ما تحمر معايا راح نحيها بهذه الطريقه ونحطها كيف كيف على ورق المصاص باش يمتص لي كامل كميه الزيت الزايده. شوفوا البنات، هاد الخطوات يعني لازمكم تطبقوهم باش تحصلوا على نتيجه يعني مليحه. كيف كيف بعد كنت نظفتهم كالعاده ونقدموهم. هذا هو الشكل النهائي لشبح صفرة تاعنا لنهار اليوم. شوفوا البنات الاشكال كيفاش يجيو. هذا شكل الدمعه وعندنا ايضا شكل هلال. شوفوا البنات كيفاش اللون تاعها يشهي ما شاء الله. حتى العلو تاعها مليحه، ما راهيش هذيك اللي هابطه بزاف وماشي اللي عاليه بزاف، متوسطه. شوفوا البنات، هذه شكل النجمه وعندنا شكل الورده. يعني اشكال مختلفه، تقدروا تنوعوا بزاف اشكال كما راكم تشوفوا. وهنا يا البنات نقول لكم طريقه اللي نحتفظوا بها. شوفوا اشباح الصفراء تقدروا تخبيوها في المجمد، يعني ما تفسدش معاكم خلاص. فقط ديروها في علبه بهذه الطريقه ولا علبه تغلق مليح وخبيوها، تقعد معاكم عام كامل ما يصرالها والو. تقدروا تقسموها كما قلت لكم، وكل مره تجبدوا علبه باش تطيبوها. تحبوا تقدموها اشباح صفراء وحديها مع السيرو، تحبوا تقدموها مع فواكه مجففه ولا مع طاجين لحلو. نتمنى يعجبكم فيديو نهار اليوم. ما تنساوليش الجيم والبارطاج. نتلاقى معكم في فيديو قادم والسلام عليكم.